السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم النشرة الإخبارية لحزب التحالف الوطني المصري. ومن أهم القرارات الجريئة التي اتخذها سيادة النائب محمد خالد القاضي، بقرار جريء ومصيري يستمر حزب التحالف الوطني المصري في تأكيد رؤيته الواضحة نحو بناء مصر للمستقبل. نعلن اليوم عن قرار هام ويعزز من قوة الحزب ويوجه بوصلة التغيير نحو مستقبل أفضل. قرار رقم 55 لسنة 2024: إقالة الأستاذ قوامس عزت رمزي موسى من منصب أمين عام محافظة سوهاج، تعيين اللواء محمود سعيد عبده في منصب أمين عام محافظة سوهاج. هذا القرار يأتي في إطار مساعينا المستمرة للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق رؤية الحزب الطموحة في كافة المحافظات. ننبه جميع على أهمية الالتزام بتنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ونؤكد على دور لجنة شؤون الأعضاء في متابعة تطبيقه، ونؤكد للجميع أننا نواصل السير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافنا، ونحن على ثقة تامة بأن هذا القرار سيعزز من مسيرة الحزب بمحافظة سوهاج. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.